بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط استقبل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم نظيره التونسي عن منافسة الدور الأول الذهاب من إقصائية كأس إفريقيا للأمم. المنتخب الوطني النسوي عزز صفوفه بكوكبة من اللاعبات المحترفات من فرنسا، بلجيكا والنرويج. وطنية احنا كنتمنى نغلبوا اكاست تونس و طلبوا الله عونا ان شاء الله نغلبوا 3 بوينتس. هي مقابله بين اخوه، المغرب وتونس اخوه، وما لها مقابله كره قدم وبعد 90 دقيقه و90 دقيقه في الروتور وتنتهي، ولوفون يبقى للعلاقه بين المغرب وتونس. لاعبات المنتخب النسوي والتي أبن عن علو كعبهن خلال هذا النزال، فبعد سلسلة من الفرص الضائعة كما نتابع من خلال هذه المحاولة نعيمة فاضل ستمنح النخبة الوطنية الهدف الأول بعد خطأ فادح لحارسة مرمى المنتخب التونسي. الهدف جاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول. كما أن نتمنى الفريق التونسي يوجد مزيان، لأن إن شاء الله في الروتور غنقول كلمة إن شاء الله ونربحهم إن شاء الله أكثر من 2-0 إن شاء الله. وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع المباراة. الدقيقة 61 غزلان شباك ابنة اللاعب الدولي السابق العربي شباك ستضيف الهدف الثاني للمنتخب الوطني النسوي. هدفان للا شيء، نتيجة أرضت وطمأنت لبؤات الأطلس. وحنا فرحنا 2-0 تبارك الله، داكشي مزيان. لعبنا شويه صعيب ولكن قدرنا لعبنا احسن منهم وربحنا، داكشي اللي بغينا صافي. اكيد ان هذا الفوز سيمنح الثقه للمنتخب الوطني وسيعطينا شحنه اضافيه. وبهذا الانتصار سيخوض المنتخب النسوي لقاء الاياب بعد اسبوعين بتونس بأريحية اكبر.